السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله أجمعين. مفيش أحلى من الصلاة على النبي في أول أي حاجة بنبدأ. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح كل حاجة حلوة عليكم وليكم. اللهم أكبر بكل خاطر قلب مكسور، وفرح كل قلب مهموم، وفرح كل من شايل هموم، ويحقق أحلامكم ويكبر بخاطركم ويسعد أيامكم يا رب العالمين. وكل من قال آمين يا رب. الدعوة تكون من نصيب كل من حط لايك على الفيديو ده. يلا نبدأ اليوم بتاعنا. الأيام الحلوة، الأيام الخير اللي كلها بركة بدأت تهل علينا. كل سنة وانتم طيبين. يعني فاضل حاجات بسيطة على رمضان، بين 20 يوم. وانا بدأت من اليوم ده اللي انا اعمل حاجة كل يوم، حاجة كده في الشقة تنظيفات رمضان. في ناس بدأت من زمان، انا ما بحبش ابدأ من قبلها بكتير، لان الشقة هتتبهدل تاني. هنخلينا يعني ايه في تروقات بتاع كل يوم اللي هي على الماشي دي. وكمان احنا لسه طالعين من تروقات الشتاء اللي هي دخول الشتاء، وكنت قلبة الشقة وفرشين الشقة كلها بفرش الشتاء. يعني الشقة بروقها على الماشي كده، وتروقات اللي هي بتاع كل يوم. بس لما يعني ايه قرب بقى رمضان يدخل علينا، فقبلها ب20 يوم كده هبدأ اعمل حاجة في حاجة، مش قبلها بشهر او بشهرين واقول ده اول ترتيبات رمضان او الروتين بتاع رمضان وتنظيفات رمضان. لا، بحب اعمل حاجة في حاجة كده قبلها ب20 يوم كده. يعني ايه اخلص يكون بقى فاضل عليه 5 ايام 6 ايام اسبوع كده، يبقى زي الفل والشقة نضيفة. وهتفضل بقى على حالها ده. في رمضان بقى هتكون حاجات بسيطة خالص خالص، ما تاخدش اليوم بتاعي كله. ويبقى في وقت اللي انا هخلص الفطار، واللي انا هصلي الفرض اللي عليا، واقرأ شوية قرآن. يبقى في وقت كده، ويبقى اليوم بتاعنا خفيف، وما نجهدش ما نجهدش نفسنا واحنا في الصيام. وكمان بعد الفطار يبقى الحاجات خفيفة، ما يبقاش فيه اي كركبة حوالينا. يبقى الدنيا رايقة، ما فيش الا مكان الفطار هنغسله، هنرتب مكان القعدة بس كده. نقرأ شوية قرآن الصبح، وبعدين نقرأ شوية قرآن بالليل. يبقى عندنا وقت فاضي الواحد يستريح فيه، ما نجهدش نفسنا. بالرغم اللي عندها اطفال ما بتقعدش يعني تروق حتة الحتة التانية تتبهدل. كل اللي عندهم اطفال كده، وانا اولهم اول الاولين. يعني بصراحة ارتب حتة الاقي الحتة التانية اتبهدلت. يعني شفتم بالمنظر ده. المنظر ده الانتريه عندي يعني ده من سهرة بالليل، بس البهدلة يعني بتبقى عندنا رقم واحد. اللعب الحتة بتكون رايقة، لما بيفضوا اللعب الحتة بتتبهدل بقى باللعب بتاعه. اليوم بتاعنا كان عندنا حبة غسيل. في الأول غسلناهم ونشرناهم دورين كده. أنا ما بكترش على الغسالة، بالرغم اللي هي كل شوية في مشاكل وبتبوظ، وانا ما بكترش عليها، ببقى حاطه هدوم خفيفه وما بكترش عليها. الادوار بتبقى دورين بس. والله العظيم وانا بسجل الفيديو ده الغساله بتاعتي بايظه، وبقالنا 5 ايام بنصلح فيه. وأوضة الأطفال كانت عايزة تتروق، وكان في حبة هدوم عايزة تتطبق. وكان نست بقى أوضة الأطفال كده وقفلتها. علشان ما يخشش تراب. الايام دي الهوا بيدخل تراب لحد باب البلكونه. الباب البلكونه من جوه الشقه، والله العظيم يعني كميه تراب ناعم. كل شويه نفض واقفل الشقه خالص علشان ما يخش لهاش تراب تاني. واحنا بنتكلم كده، الناس اللي وصلت لحد هنا من الفيديو تحط لايك وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. روقنا بقى معاكم الانتريه كده وظبطنا الدنيا. وليان كانت نايمه وصحى، قعدتها وفرجتها على التلفزيون، شغلت لها قناه بتاع اطفال، وعملت لها حبه فشار كده تاكلهم. بالرغم اللي انا رحت لقيتها مبعتراهم وما اكلتش اي حاجه. دخلت بقى المطبخ وقررت ان انا اغسل البرطمانات دي. بقالي اسبوعين ما غسلتهمش ولا جيت ناحيتهم، فعايزين يتغسلهم، بتاع الشاي والسكر والقهوه. برطمانات حلوة قوي 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 قوي، احسن من الازاز، وكمان احسن من يعني
انا جربت كذا حاجة، وبحب البرطمانات اللي هي ما تكونش فيها حاجات تكون صعبة، رسومات كده ولا اي فحر كده بتلزق فيها الوساخة او تتحشر فيها الوساخة. وكانت بقى كنت جايبة معاهم المعالق اللي هي بلاستيك دي، كنت جايبة ال12 باين او ال6 ب10 جنيه حلوين كده. وقلت اغسل بقى ايه معلقتين وطبقين كريم في الحوض، حبة مواعين من بتاع الفطار، قلت بقى اغسلهم كده علشان نعمل الغدا على رواقه والحوض يكون فاضي، ويكون فاضي كده مستعدين لايه للمواعين بتاع الغدا بتاعنا بتاع النهارده. صينية خضار بالاجنحة بتاع الفراخ، حاجة بسيطة كده. وكان عندي الخضار فقلت اجيب بقى إيه اجنحة، كنت هجيب دبابيس بس ما لقيتش الدبابيس عند الراجل، ما لقيتش دبابيس ولا وراك، لقيت صدور. فاحنا عايزين يعني ايه حاجة تكون خفيفة كده. الصدر بحس اللي هو مليان لحمة وتقيل. جبت أجنحة بقى وغسلتها، وشلت الضفر بتاع اللي هو بيعمل زفارة ده، غسلته كويس. وغسلت الخضار، جبت بطاطس وكوسة وبسلة وجزر، وغسلتها كويس وحطيت عليها توابل بقى، اي توابل عندك، كزبرة وفلفل وكمون وبهارات فراخ، وخرطت بصل وفص ثوم مهروس كده، ونزلت بقى بالاجنحة بتاعتنا وهقلبها كلها في الخضار بتاعنا ده. اسفة جدا علشان جودة الصورة مش كويسة، بس انا كنت بصور بفلتر، والفلتر ده هو اللي عامل كده في الصورة مش واضحة قوي. هنا بقى نزلت عليها بطماطم بعد لما شوحتها على النار، ونزلتها سويتها تحت الشواية، اخدت لون تحت الشواية. وعملت جنبها رز بشعرية، وجنبها طبق مخلل كده، وبألف هنا. وده كان يومي، متنسونيش بقى في اللايك.